إذا كنت مفكر إنه التعليم الجيد لازم يكون حصراً ضمن صف مدرسة تقليدي، فاسمح لي أحكي لك هالقصة لأنه ممكن تغير وجهة نظرك. عندي رفيق مغترب بيقول لي عطول أكتر شي بخاف على أولادي منه بالغربة إنه ينسوا لغتهم، قيمهم وهويتهم. جرب مدارس دولية وجرب دروس خصوصية بس ما كان رضيان، لحد ما قرر يجرب مدرسة تفوق الافتراضية، وهي أول مدرسة افتراضية مرخصة بدمشق. سجل أولاده فيها وخبرني أنه هالقرار غير كل شيء. الأولاد بلشوا يدرسوا المنهاج السوري من البيت مع كادر مدرب على التدريس أونلاين بطرق بتجذب الطالب وبتخليه متفاعل مع المدرس وحابب الدراسة. والجميل أنهم بيركزوا كتير على اللغة العربية وعلى أخلاق وسلوك الطالب. والأولاد أخذوا شهادات معترف فيها من وزارة التربية وضلوا مرتبطين ببيئتهم وثقافتهم حتى وهن بآخر الدنيا. والأحلى أنه لما فكر يرجع على سوريا ما واجه أي مشكلة. أولاده اندمجوا مباشرة بنظام التعليمي وكأنه درسوا بسوريا من البداية. مدرسة تفوق الافتراضية وفرت له تعليم نظامي بتكاليف مناسبة وبيئة آمنة وتربوية. وانتو إذا حبيتوا تخوضوا التجربة أو تستفسروا أكثر، حطيت لكم معلومات المدرسة بالكابشن، لأنه يمكن تكون فعلا الحل اللي عم بتدوروا عليه من زمان.